في عشريناتي وتلاتيناتي كنت بسمع كل الستات الأربعينيات فيما فوق بيرددوا مصطلح حب نفسك، بس عمر ما حد فيهم كلف خاطره وقال لي حب نفسي ازاي. وبما اني كبرت دلوقتي وبقيت انا الستات الأربعينيات وما فوق دول، فانا جايه اديكي خلاصه خبراتي اللي خدت من عمري رقات لحد ما وصلت لها. حب نفسك يعني خليها صاحبتك المقربه اللي لا هتشمت في عيوبك ولا هتغير من مميزاتك. وعشان نفسك اللي هي صاحبتك الجديدة دي تحب قعدتك وتسمع نصايحك اللي كل يوم الصبح وقبل ما تقابلي أي حد في الدنيا لازم تختلي بيها وتتناقشوا مع بعض في عيوبها ومميزاتها، فنسقف للمميزات ونستمر فيها ونطبطب على العيوب ونوعد بتغييرها من غير جلد للذات ولا أي لوم. طب بذمتك لو ليكي صاحبة كل ما تشوفك تقعد تتك على عيوبك وتجلد فيكي، هتفكري تشوفيها تاني؟ قعدتك مع نفسك لازم تكون قعدة طيبة حنينة. لو في يوم بسبب هرمونات أو أي حاجة ملكيش يد فيها حسيت إنك قصرتي وماله، طبطبي على نفسك وفكريها إن دي فترة وهتعدي وإنك ياما أنجزتي، فلا بأس بالقليل من الراحة والأنتخة. كمان صاحبتك اللي هتقابليها دي ليها حقوق عليكي، فلازم تقابليها مرتبة ونظيفة وليكي عطر خاص كده يسيب بصمة. وعشان كده الجميلة رنا صاحبة براند لامور للعطور فكرت فكرة تجنن، خطفت قلبي وهي بتتكلم بكل حماس عنها. رنا هدفها ان كل ام لازم يكون ليها ريحة مميزة تسيب علامة في ذاكرة ولادها، عشان كده هي عملت منتجات العناية بجسمك بالعطر اللي بتحبيه، عشان كل فتفوتة فيكي تنبض بالعطر ده. فتقدري تختاري البرفيوم اللي بتحبيه وهي تعمل لك منه البادي ميست والهير ميست اللي ما بيكونوش مجرد بس برفان، بيكون فيهم نسبة زيوت عالية وترطيب رهيب مش هتتخيليه. ومن نفس البرفان عشان ده بيعمل كله تثبيت لبعضه تقدري تختاري البادي لوشن والدراي اويل اللي بالرغم من احتوائهم على كمية زيوت مفيدة ومغذية للبشرة ما بيسيبوش اي اثر دهني على جسمك ولا على الهدوم. عملته ازاي ده انا معرفش. كمان برفاناتها باعلى نسبة تطابق للاوريجينال ودي حاجة بتميزها جدا. بصراحة يا جماعة رنا نموذج جميل لأم صغننة حبت نفسها ووظفت دراستها وشغفها ناحية شغل جميل وحاجة بتحبها، فبجد برافو رنا. وعلى فكرة بقى رنا عاملة لكم من خلالي خصم 10% لو استخدمتوا البرومو كود بتاعي اللي ظاهر على الشاشة ده. مستنيين ايه؟ اعملوا فولو لرنا الجميلة والحقوا عروضها المميزة وشجعوها، وما تنسوش انتوا كمان تدوروا على شغفكم وتشجعوا نفسكم.